هاد الشيء وقع في مدينة تطوان. كلب تلاه على بنت في عمرها 5 سنين وكلا ليها وجهها قدام والديها، ونخليكم مع تفاصيل الواقعة. ضحية جديدة للكلاب الضالة في المغرب تعرضت لهجوم شرس تسبب لها في جروح عميقة على مستوى الوجه، ترتبت عنها مضاعفات خطيرة ترقد بسببها في مستشفى بمدينة طنجة. وأفاد والد الضحية وهي طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 5 سنوات بأنها تعرضت لهجوم شرس من أحد الكلاب الضالة أثناء تجولها في الشارع العام رفقة أفراد أسرتها مساء أمس الخميس عند الساعة 2:30 زوالا قرب مسجد بن عبود بمدينة تطوان. وبحسب إفادة والد الطفلة فإنها خضعت لعملية جراحية مستعجلة لترميم الوجه في المستشفى الدولي بمدينة طنجة بعدما فقدت جزءا كبيرا من خدها الأيمن. وقد وجه والد الضحية نداء إلى المسؤولين في مدينة تطوان ولا سيما المجلس الجماعي بصفته الجهة المعنية بمحاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشارع العام بإيجاد حلول سارعة لهذه الظاهرة من أجل ضمان سلامة وأمن المواطنين.